جبت لكم عجينه سحريه رائعه يا البنات، غتحضروا بها حلو ومالح في نفس الوقت، كتجي رائعه مقرمشه ولذيذه في المذاق، كتستحق انكم تجربوها. كنحتاجوا في المقادير نصف كيلو ديال الدقيق البنات يكون نوعيه جيده، وكنحتاج هنا ملعقه صغيره ديال الملح ونصف كاس ديال الزيت النباتيه، وكنحتاج 2 كؤوس ديال الماء البارد، الماء البنات من الروبيني عادي. كنجمعوا به العجين ديالكم البنات خصو يجي مجموع، ما كيلتصقش في اليدين وما كيحتاجش انكم تدلكوه، غير كتجمعوه ومن بعد غادي نوضعوه في واحد بلاستيك غذائي وغادي نخليوه يرتاح تقريبا 10 دقائق، وغادي ندوزو نسرحوه بهذه الطريقه البنات. هذه هي الزبده البنات اللي غادي نحتاجو اللي غادي نورقوا بها العجين. كنحتاج هنا 250 غرام ديال الزبده ديال التوريق البنات، ضروري انكم تستعملوا زبده ديال التوريق باش تنجح معكم الوصفه. ودائما الزبده البنات تكون بالحراره ديال المطبخ كيف ما كتشوفوا معايا، كتكون لينه باش تسهل انكم تخدموا بها. هنا البنات غادي ناخذ داك العجين ديالي من بعد ما ارتاح، غادي نرش سطح العمل بشويه ديال الدقيق الابيض وغادي نبدا نسرح فيه بهذه الطريقه باش نوضعوا الزبده في الوسط ديالو. هنا غادي نحيد داك الدقيق اللي كيكون من الفوق ومباشره غادي نوضع ديك الزبده اللي سرحتها معكم في الوسط. هنا البنات غادي نطويو عليه داك العجين، نغطيو دوك الزبده، ضروري انكم تغطيو الزبده باش ما تخرجش لكم من العجينه، ضروري انكم تغطيوها مزيان باش ما تخرجش لكم الزبده وتعذبوا في الخدمه. هنا حاولوا انكم تغطيوها مزيان ومن بعد غادي نبدا مباشره نسرح في العجين، نبدا نورق فيه. هنا غنستعن بالدقيق، دائما كتستعنوا بالدقيق او النشا البنات. هنا انا سرحت غير بالدقيق. هنا كنعطيو العجين الطول اكثر من العرض البنات، دائما العجين المورق كنحاولوا اننا نعطيوه الطول وكنحاول انني نسرحه بهذه الطريقه. وراه ساهل البنات دغيا كيتسرح معكم. هنا كنحاول انني نسرحه مزيان، من بعد كنطوي الجزء الاول ومن بعد كنطوي فوقه الجزء الثاني بنفس الطريقه. غادي نعاود العمليه. هنا غادي نستعن شويه ديال الدقيق، كنعاود نسرح العجين كنعطيه الطول، ودائما كنستعنوا بالدقيق باش العجين ما يلتصقش لينا. كيف ما كتشوفوا البنات راه كيتسرح معكم بواحد السهوله، ما كيعذبكمش في الخدمه. وهاد العجينه البنات راه ناجح 100%، راه سبق لي وشاركته معكم وجربوه البنات ونجح معاهم. هنا كطويو الجزء الاول من بعد كطويو فوقه الجزء الثاني. هنا من بعد غادي نخلي العجين ديالي يرتاح 10 دقائق. كنغطيه هنا بواحد البلاستيك غير في سطح العمل البنات، ما تحتاجوش انكم ديروه في الثلاجه حيت الجو اصلا كيكون بارد. اما لا كان الجو سخون راه كديروه في الثلاجه، من بعد كتدوزو تسرحوه. هنا البنات غادي نرش بسطح العمل وغادي نعاود نسرح العجين بنفس الطريقه البنات 2 المرات. هنا العجين ديالي كنورقو 4 المرات كيف ما كتشوفوا. هذه ثالث مره كنعاودو نسرحوا العجين وكنطويو الجزء الاول من بعد كنطويو فوقه الجزء الثاني. هنا غادي نطويه لرابع مره كيف ما كتشوفوا. غادي نعاود نسرح العجين ودائما كنستعن بالدقيق، كنعطيو العجين ديالنا دائما الطول. كنطويو الجزء الاول من بعد كنطوي فوقه الجزء الثاني بهذه الطريقه البنات، وكنغطيو العجين ديالنا يرتاح مره اخرى 10 دقائق. ودابا من بعد ما دازت 10 دقائق كنقسم العجين ديالي في النص كيف ما كتشوفوا البنات، التوريق راه باين فيه. كتجي عجينه اللي ناجحه 100% البنات، غير جربوها. هنا من بعد غادي ناخذ واحد القطعه الاولى والقطعه الثانيه غادي نغطيها بواحد البلاستيك، غادي ندوز نسرحها كيف ما كتشوفوا. كنسرحها على شكل مستطيل، وحاولوا البنات انكم ما ترققوش العجين ملي تسرحوا، خليوه شويه غليظ. من بعد غادي ناخذ مارشميلو على شكل دائره وكنبدا نشكل هنا دوائر. هنا البنات غادي نشكل معاكم كوفريت اللي كيتباعوا في المخبزات. البنات هاد الكوفريت راه كيجيو ناجحين 100%، غير جربوهم وان شاء الله غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. هنا كنستعين انا بشويه ديال سكر السنيده، كنسرحهم بهذه الطريقه. كناخذ الدوائر ديالي وكنرش عليهم سكر السنيده وكنبدا نسرحهم بحال هكا. ومن بعد غادي نديرهم في فلاطه اللي كنسرح لها ورق ديال الطهي وكندخلهم الفرن اللي كيكون سخون البنات. كنأكد على الفرن انه يكون سخون وكنشعلوا عليهم لاعلى درجه البنات
وكنشعل عليهم من الفوق ومن التحت حتى كيبانوا لي انهم تنفخوا وشدوا في راسهم. من بعد كنقص الحراره ل 250 درجه وكنخليهم يطيبوا على خاطرهم. كيف ما كتشوفوا البنات راه كيجيو منفوخين ومحمرين، كيف ما كتشوفوا كيجيو رائعين البنات، مقرمشين وناجحين 100%. السر البنات راه كيبقى في الفرن وفي درجه الحراره. دائما العجين المورق كيبغي درجه الحراره اللي كتكون مرتفعه باش يتنفخ معاكم. اللي بقى لي البنات غنشكل به ميني بيتزا. هنا خديت العجين وقسمته لشكل مربع اللي كيكونوا متساويين كيف ما كتشوفوا. هنا خديت الصلصه ديال البيتزا وضعتها في العجين. الصلصه البنات راه سبق لي وشاركتها معكم. بعد درت قطع ديال صدر الدجاج وغندخلهم للفرن. درجه الحراره البنات كتكون مرتفعه، كنشعليهم من الفوق ومن التحت حتى كيتنفخوا، ومن بعد كنقصوا عليهم درجه الحراره. هنا هادو عمرتهم بشويه جبن البنات المثلث، قطعه من الجبن المثلث وشويه ديال الطونه عفوا، ودهنتهم باصفر بيضه من الجناب وسديتهم. ضروري انكم تدهنوهم بالبيضه البنات باش ما يتحلوش معاكم في الفرن. هنا من بعد كندهنهم بداك اصفر بيضه وكنرشهم بالخشخاش وكندخلوهم الفرن ايضا اللي كيكون سخون، وكنشعل عليهم من الفوق ومن التحت البنات الاعلى درجه. ملي كيتنفخوا كنقصوا عليهم درجه الحراره. هنا البنات الكوفريت غادي ندير لهم لا كريم شونتي من الوسط. المهم تزيين البنات راه كيبقى اختياري غير باش يبانوا انهم كوفريت اللي كيتباعوا في المخبزات، وكنقدمهم بهذه الطريقه. كنتمنى ان هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وغنقول لكم بالصحه والراحه.